السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زبناء ديالنا الكرام، مساء الخير. اليوم ان شاء الله تعالى غندير واحد الفيديو تعريفي على واحد القضيه كيسولون عليها بزاف ديال الناس، هو الفرق ما بين لي زاش بي برو بوك و لي زاش بي إليت بوك. دونك بقاو معنا الاخوان، غادي نعطيكم ان شاء الله المعلومات المفيده باش تفرقوا ما بين هاد جوج ديال لي برودوي الاش بي. الوغ بالنسبه لاول حاجه هو كيفاش غادي نفرقوا ما بين لي زاش بي برو بوك و لي زاش بي إليت بوك. اول حاجه الاخوان غتفرقوا بها هي هذا اللوغو اللي كتشوفوه هنايا. دونك لي زيليت بوك كتلقاو هذا اللوغو بهذه الطريقه هذه، بهذا الشكل هذا. اللوغو اللي هو بحال تقولوا جديد. كيمكن لكم كذلك تشوفوا هذا اللوغو في هذا المكان هذا، وكيمكن لكم كذلك تقراو إليت بوك في هذا المكان هذا بالنسبه لي بي سي. بالنسبه لي برو بوك فهما فيهم واحد لو ديزاين شي شويه الا بغينا نقولوا قديم ديال اش بي. دونك اش بي مكتوبه بالطريقه القديمه عادي جدا. كاين هذا اللوغو كذلك كيمكن لكم تشوفوه في هذا المكان هذا، وكتلقاو مكتوب هنايا برو بوك. داكوغ. دونك بالنسبه للاخوان هاد الجوج ديال الحواسيب غادي نفرقوا ما بيناتهم بربعه ديال الخصائص اساسيه. الخاصيه الاولى هو هاد لي برودوي هادو ديال اش بي، لا الإليت بوك لا البرو بوك، ils sont destinés à quelle population. لا لما خرجنا هاد لي بي سي هادو، الوغ لي زاش بي برو بوك إليت بوك عفوا الاخوان، هاد الحواسيب هادو خرجوا خاصه لي زادمينستراتور و لي زانجينيور و لي بروفيسيونيل. يعني اش بي ملي خرجت هاد الحاسوب خرجاتو لدي جون بروفيسيونيل اللي غيديروا به واحد الخدمه اللي هي احترافيه. بالنسبه لي زاش بي برو بوك فهم خرجوا لي بوتيت اي موين اونتربريز، وخرجوا خاصه لي بارتيكوليي اللي غادي يدير بهم خدمه عاديه اللي هي بيروتيك، الوورد، الاكسل، باوربوينت، ان بو دو نافيغاسيون سور انترنت. بالنسبه للنقطه الثانيه وهي الماتيريال باش مصاوبين هاد لي بي سي هادو، غتشوفوا الاخوان بانه بالنسبه لي زاش بي إليت بوك فهم مصاوبين غالبا من الالومنيوم. كتلقاو بانهم مصاوبين من الالومنيوم. داكوغ. كتلقاو بانه الديزاين ديالهم فهو سي ان ديزاين اللي هو جديد كما كتشوفوا معنا بالنسبه للشكل ديالهم. وكتلقاو كذلك بان الوزن ديالهم فهو تيكون خفيف بزاف. الوزن ديالهم كيتراوح ما بين كيلو 200 غرام حتى الكيلو و500 غرام. بالنسبه لي زاش بي برو بوك فهما الماتيريال باش كيكون مصاوب تيكون مصاوب بكاليتي متوسطه، يعني في الغالب تيكون مصاوبين من البلاستيك، يعني كما كتشوفوا تيكونوا مصاوبين من البلاستيك لانه الغابور كاليتي بري ديالهم تيكون متناسب مع الماتيريال باش مصاوبين هاد الحواسيب هادو. النقطه الثالثه واللي هي مهمه بزاف هو لا سيكوريتي. غتلاحظوا الاخوان بانه بالنسبه لي زاش بي إليت بوك الاكثريه تيكونوا فيهم بزاف ديال لي موين دو سيكوريتي. كيكون فيهم الاس سيرفي، يعني هذاك لو بوطون اللي كديروه باش هذاك اللي السيد اللي في الجنب ديالكم ما كيشوف شنو كديروا في الحاسوب ديالكم. كيكون فيهم كذلك لومبرانت ديجيتال، كتكون كذلك فيهم لانفراروج بوغ لا ريكونيسونس فاسيال. هاد الامور هذه اللي غالبا ما كتكونش في الحواسيب ديال البرو بوك. والنقطه الرابعه والاخيره هو الثمن. وفي الغالب تلقاو بانه لي زاش بي إليت بوك فالثمن ديالهم كيكون دائما مرتفع نسبيا على اش بي برو بوك. وهذا الشيء يعني بالخلاصه ديال جميع هاد المعلومات اللي عطينا، سي ان بي سي كي ديستيني لي بروفيسيونيل، سي ان بي سي اللي فيه نيفو دو سيكوريتي طالع، و سي ان بي سي كذلك اللي هو مصاوب من لا ماتيير اللي هي نوبل اللي هو الالومنيوم. نتمنى الاخوان انه هاد المعلومات هذه تكون فاتكم ان شاء الله تعالى باش تفرقوا ما بين لي زاش بي إليت بوك و لي زاش بي برو بوك، وباش ديروا لو شوا ديالكم باقتناع. هاد الحاسوبين فهما متوفرين عندنا في حمزتك، متوفرين على الموقع ديالنا الرسمي اللي هو www.hamzatek.ma. تفضلوا، مرحبا بكم وتبارك الله عليكم.